المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. تنظيم سباق نصف ماراثون في مصوع بمناسبة فنقل. تواصل حملة التصدي للجراد الصحراوي. تنفيذ برامج تنموية في أغردات والدخالة. تركيا قد تنفذ عملية عسكرية في إدلب السورية. أمريكا تريد موافقة العراق على إدخال أنظمة دفاع جوي بعد هجوم إيران. وبومبيو يؤكد أن واشنطن لن تتردد في دعمها لكييف. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الاتحاد الوطني لألعاب القوى عن تنظيم سباق نصف ماراثون لدول شرق إفريقيا بمناسبة الذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية في 7 من فبراير القادم في مدينة مصوع. وذكر الاتحاد الوطني بأنه أرسل إلى جميع دول المنطقة بطاقة دعوة للمشاركة في هذا الحدث، وقد أكدت حتى الآن دول إثيوبيا وجنوب السودان وتنزانيا عن مشاركتها. ويبدأ السباق الذي يغطي 21 كيلومترا من منطقة طوالوت ويمر عبر فندق دهلك ومدينة مصوع ومكتب ماريتايم سقالة قطان، ويختتم في منطقة طوالوت في دورتين. وأشار الاتحاد المحلي إلى أنه وبالتنسيق مع لجنة الاحتفالات لذكرى عملية فنقل أكمل استعداداته، موضحا بأن إريتريا ستشارك في هذا السباق بعدائين بعضهم أولمبيين. كما تشهد المناسبة سباق نصف ماراثون محلي لفئة السيدات. يذكر بأن احتفالية ذكرى عملية فنقل التاريخية في العام الماضي شهد سباق نصف ماراثون محلي لكلا الجنسين، وقد نال المركز الأول في فئة الرجال العداء الأولمبي آرون كفلة، وفي فئة السيدات العداء نازريت ولدو. وتنظم فعاليات ذكرى عملية فنقل التاريخية لهذا العام في الفترة من 7 وحتى 9 من فبراير الجاري تحت شعار فنقل للتنمية. ذكرت وزارة الزراعة تواصل حملة مكافحة الجراد الصحراوي ابتداء من منطقة قرورة وحتى منطقة قلعلو نتيجة لملائمة المناخ في البلاد وخاصة في سواحل البحر لتكاثر وتفشي الجراد الصحراوي. وقالت الشابة سلام تخلاي ممثلة وحدة مكافحة الجراد في وزارة الزراعة إن القلق لا زال قائما من تفشي الجراد رغم تواصل عملية مكافحة الجراد الصحراوي في إقليم شمال البحر الأحمر. وذكرت بأن أوضاع الجراد الصحراوي في دول شرق إفريقيا والدول الواقعة على الجانب الآخر من المحيط الهندي والبحر الأحمر مقلقة، وظلت المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد تتضرر من أسراب الجراد الصحراوي القادمة من دول الجوار باستمرار، موضحة عن تنظيم حملات مكافحة الجراد لعام كامل. وأشارت إلى أن إريتريا تتابع هذه الأوضاع عن كثب وتتبادل التجارب والمعلومات باستمرار بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية والعالمية والجهات الأخرى المعنية. وقالت الشابة سلام إن المزارع سليمة حتى الآن بفضل التصدي والجهود الحثيثة الجارية، مناشدة الإدارات لتعزيز دورها كالمعتاد، وعلى المواطنين الإبلاغ الفوري لأقرب مكتب زراعة والإدارة إذا ظهرت أسراب الجراد. ذكر مكتب وزارة الصحة في القاشبركة بأنه يسعى جاهدا لتوسعة وانتشار المؤسسات الصحية ورفع القدرات المهنية وإدخال الأدوات الحديثة لتقديم خدمات نوعية. وأوضح مسؤول المكتب في الإقليم الدكتور حيلوم كيداني في اللقاء المنعقد في 27 و28 من يناير الجاري في مدينة بارنتو بأن المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية عن قرب بفضل نشر المؤسسات الصحية وارتفاع المعرفة والوعي المجتمعي للاستفادة من الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض بفضل الجهود الحثيثة الجارية بالتنسيق مع الجهات الشريكة. وقدمت خدمات نوعية بالاستفادة من التجارب المكتسبة في الأعوام الماضية. وأشار إلى أن الإدارة الصحية التي أدخلت العام الماضي في 5 مديريات وتدعيم المستشفيات بالمعدات الحديثة والكادر الصحي والأطباء الميدانيين الذين قاموا بتأهيل أهلي للإصحاح البيئي أسهمت بفعالية في ضمان الصحة العامة، مشيرا إلى عدم ظهور أمراض وبائية بفضل الوعي الراسخ وتنسيق الإدارات.
من جهتها ذكرت وزيرة الصحة أمينة نور حسين منح اهتمام أكبر لتنمية الكادر الصحي تماشيا مع ازدياد متطلبات الخدمات الصحية. وطالب المشاركون في الاجتماع لحل النقص الذي يحدث في بعض الفترات للأدوية والاهتمام بضيق الغرف وقدم المؤسسات الصحية وبناء مؤسسات صحية إضافية في المناطق البعيدة. وقال حاكم إقليم القاشبركة السيد أبره جارزة إن تغييرا مرضيا قد تحقق في المجال الصحي، مؤكدا على استعداد إدارة الإقليم للمساهمة في جهود توسيع الخدمات الصحية وتحقيق تغيير نوعي. بدأت في مديريتي أغردات وعالدخالة عملية تنفيذ الخطط الموضوعة للدفع ببرامج التنمية. وضح مدير مديرية أغردات السيد إساق طعوم في الاجتماع الذي عقده للسكان والجهات المختصة فعالية تنفيذ برامج عام 2019 بالتكاتف الشعبي وإيصال الخدمات الاجتماعية لمعظم المناطق. وقال إن برامج هذا العام تشمل توفير مياه الشرب الصالحة وبناء مدارس ابتدائية في حواقه وقسطه وصيانة شوارع مدينة أغردات وتجميع القرى وإكمال مؤسسة حفظ وتبريد الألبان. وطالب المجتمعون لتوزيع قطع الأراضي السكنية وصيانة مجاري الصرف الصحي وتفعيل خدمات نقل النفايات وإطفاء الحريق وبناء مسبح حديث للماشية. وفي لقاء مماثل بحث برامج هذه السنة في مديرية عالدخالة، أوضح مدير المديرية سيد عندمسق العدحانوم تنفيذ أعمال تنموية زراعية العام الماضي في المديرية بالإضافة إلى أنشطة إصحاح البيئة ومساعدة أسر الشهداء ماليا وعينيا. وأشار إلى أنشطة النفير الفاعلة التي قام بها السكان لحماية التربة وحفظ المياه والنظافة. وتتضمن خطة عمل هذه السنة توزيع قطع أراضي الطيسة في الريف وتوفير مياه الشرب الصالحة. أفاد مكتب الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر أن النظافة العامة الأهلية في الإقليم ظلت تحقق نتائج مرضية. وأوضح مسؤول الصحة البيئية في المكتب السيد عبد السلام ناصر أن حفظ النظافة على المستوى الشخصي والجماعي تسهم في مكافحة العديد من الأمراض خاصة أمراض الإسهال والعيون والجلد، مشيرا إلى أن برنامج الإصحاح البيئي الأهلي الذي بدأ عام 2009 نفذ حتى الآن في 96 منطقة بالإقليم، مما أدى ذلك إلى انخفاض الأمراض الناجمة عن نقص النظافة. وقال السيد عبد السلام إن مؤتمر 2019 المنعقد على مستوى الإقليم أصدر قرارات وتوصيات تدعو كافة المناطق للقيام بالعمل المنسق وإدخال وتنفيذ برنامج الإصحاح البيئي الأهلي. وقد أظهرت المناطق التي نفذت البرنامج في وقت وجيز ارتفاعا مضطردا، فيما أكملت 13 منطقة استعدادها لتنفيذ البرنامج هذا العام. ويضم إقليم جنوب البحر الأحمر 109 مناطق. يقوم سكان مديرية ماي عيني بصيانة طريق قعاتيت بلدة ماي عيني البالغ طوله 20 كيلومترا بالنفير، ويشارك في العمل أكثر من 500 شخص يوميا من السكان وعمال المؤسسات الحكومية لإنجاز أعمال الصيانة التي بلغت حاليا 5 كيلومترات. وأكد السكان مشاركتهم القوية لإنجاز أعمال الصيانة لحيوية الطريق، ويبلغ طول الطريق قعاتيت ماي عيني حوالي 32 كيلومترا عبر قرية مايسراو، وتتقلص المسافة إلى 17 كيلومترا بالسير عبر قرية عدماري. نتوقف سادتي مع فاصل ونعود لمواصلة الأخبار. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تشن عملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا إذا لم يتم حل الوضع بالمنطقة فورا. يأتي هذا في الوقت الذي ازداد فيه القلق من تدفق موجة لاجئين جديدة على تركيا وسط هجمات القوات السورية المدعومة من روسيا. وقال أردوغان في أنقرة إن بلاده لا يمكنها التعامل مع تدفق لاجئين جديد. بدوره قال الكرملين إن روسيا تفي تماما بالتزاماتها في منطقة إدلب السورية، لكنها تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفته بهجمات مكثفة يشنها مسلحون على قوات الحكومة السورية وقاعدة حميم الجوية الروسية.
ويوم الأربعاء اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موسكو بانتهاك الاتفاقيات التي تهدف إلى وقف القتال، وحذر من أن صبر أنقرة ينفذ إزاء الهجوم العسكري في إدلب. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية للبلاد للدفاع عن القوات الأمريكية بعد هجوم إيران الصاروخي في 8 يناير، والذي أسفر عن إصابة 50 جنديا أمريكيا. ولا يوجد لدى الولايات المتحدة صواريخ باتريوت في قاعدة عين الأسد الجوية، حيث سقط ما لا يقل عن 11 صاروخا باليستيا إيرانيا. ولم يسفر الهجوم عن مقتل أحد، لكنه تسبب في انفجارات هائلة أحدثت إصابات دماغية بين الجنود الأمريكيين. وكان من المتوقع أن تنتقم طهران من الولايات المتحدة لقتلها القائد العسكري قاسم سليماني باستخدام صواريخ باليستية على الأرجح. لكن في الأيام التي سبقت الضربات الإيرانية توقع البنتاغون أن تستهدف طهران على الأرجح المواقع الأمريكية في دول غير العراق. عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا وذلك بعد لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف. وصرح بومبيو في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تعتبر أن النضال الأوكراني من أجل الحرية والازدهار نضال شجاع. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يرغب في أن تلعب واشنطن دورا أكبر في تسوية النزاع مع الانفصاليين المدعومين من روسيا. وقال زيلينسكي الذي استقبل بومبيو إنه يأمل في أن تصبح الولايات المتحدة منخرطة بشكل أكثر فعالية في عملية السلام في شرقي أوكرانيا ووضع حد لاحتلال القرم، مقترحا أن تقوم واشنطن بتعيين موفد خاص. والزيارة التي كانت مقررة في مطلع يناير وتم إرجاؤها بسبب التوترات في الشرق الأوسط يتوقع أن تؤكد على الدعم الأمريكي لأوكرانيا في نزاعها مع الانفصاليين المدعومين من روسيا، وأيضا في جهودها لاجتثاث الفساد. أظهرت صور التقطها منظار شمسي تابع لمؤسسة العلوم الأمريكية عرضا مقربا لسطح كوكب الشمس يمكنه توفير معلومات دقيقة وهامة للعلماء المعنيين بدراسة الشمس. وأظهرت الصور التي تم التقاطها في ديسمبر من العام الماضي هياكل شمسية شبيهة بالخلايا البشرية يبلغ حجم كل منها مساحة ولاية تكساس الأمريكية بحسب مؤسسة العلوم. ووفر المنظار لقطات لم يسبق لها مثيل لسطح الشمس، حيث تظهر وتقيس هالة الشمس دون الحاجة لانتظار العلماء لوقوع الكسوف الكلي للشمس من أجل دراسة غلافها الجوي الخارجي كما جرت العادة سابقا. وكان على العلماء في الماضي أن ينتظروا الكسوف الذي يحجب أشعة الشمس حتى يتسنى لهم دراسة غلافها والحصول على صور له. سادتي، قدمت لحضراتكم من الفضائية الإريترية نشرة أخبار هذا المساء. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.